تخيل انك قاعد في البيت، فتحت اللابتوب وبدأت تشتغل على مشروع لعميل من امريكا، وبمجرد ما تسلمه يتحول المبلغ في حسابك بالدولار. في نفس الوقت صديقك شغال في شركة برمجيات، بيروح المكتب كل يوم او بيشتغل اونلاين مع فريق من زملائه، وعارف ان في مرتب ثابت بينزل له كل اول شهر، ممكن برضو يكون بالدولار. المهم هنا برضو السؤال اللي بيدور في بال ناس كتير، ايه الافضل، العمل الحر ولا الوظيفة في الشركات؟ واي طريق منهم هيحقق لك النجاح والراحة اللي بتدور عليهم. كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا. السلام عليكم، معاكم طارق العبد، ودي قناة اللي بنتكلم فيها عن البرمجة والتكنولوجيا. لو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. الحقيقة مفيش اجابة واحدة تنفع كل الناس، لان كل طريق ليه مميزات وعيوب، واللي بيناسب شخص ممكن ما يناسبش شخص تاني، وكمان الوقت والخبرة نفسها بتفرق. المهم انك تكون فاهم تفاصيل كل طريق منهم، وتعرف ايه اللي هيوصلك للهدف اللي انت عايزه بشكل اسرع وافضل. وده اللي هنتكلم فيه النهاردة بالتفصيل ان شاء الله. هشارك معاكم تجربتي الشخصية مع الشغل في الشركات والعمل الحر، وهنقارن بينهم بحيث في نهاية الفيديو تكون قادر تاخد قرار يناسبك، وتعرف ازاي توصل لكل واحد منهم ان شاء الله. اول حاجة خلينا نبدأ بالوظيفة في الشركات. ناس كتير بتشوف ان الشغل في شركة هو الخيار الاكثر استقرارا، وده حقيقي. لما تشتغل في شركة بيبقى عندك مرتب ثابت كل شهر، والتزامات واضحة، وفي مواعيد عمل محددة. انت بتشتغل ضمن فريق عمل، عندك مدير بيحدد لك المهام المطلوبة منك، وبتشتغل في بيئة منظمة بتساعدك انك تتطور. وده طبعا احسن مكان واحسن فرصة تساعدك انك تطور من مستواك اول باول. حلو لحد دلوقتي. واحدة من اكبر المميزات بتاعت الشغل في الشركات هي التعلم. لما تشتغل في شركة بتكون جزء من فريق في ناس اكتر خبرة منهم، بتتعلم منهم وبتواجه مشاكل حقيقية في المشاريع اللي بتشتغل عليها، وده طبعا بيخليك تطور مهاراتك بشكل اسرع. وبعدين عليك تيم ليدر او سينيور اكتر خبرة منك فيفيدك بخبراته، فكأن معاك منتور مجانا بيعلم من مستواك علشان توصل لميد ليفل وسينيور بسرعه واماكن احسن. طبعا غير كده طبعا المشاريع اللي بتشتغل عليها غالبا بتكون كبيره ومعقده، ودي فرصه مش هتلاقيها بسهوله لو بتشتغل لوحدك في البيت او حتى فريلانسنج. كمان طبعا في الشركات في مسار واضح للتقدم. يعني مثلا انت بتبدا كجونيور ديفلوبر، وبعد كده بتترقى واحده واحده في الليفل وفي المهارات والخبرات لحد ما تبقى ميد او سينيور او حتى تيم ليد. وده طبعا في الاماكن المحترمه مش بس بيعلي مرتبك، لكن كمان بيخليك تكتسب مهارات إدارية وتقنية عالية، وكمان مهارات في البيزنس. في شركات بتقدم لك كورسات وبتشارك في مؤتمرات، وبتاخد خبرة في العمل الجماعي وإدارة المشاريع والكلام الجميل ده كله. مش بس كده طبعا، لا ده انت كمان بتستفيد من جانب البيزنس اللي الشركة شغالة فيه، لأنك بطبيعة الحال شغال على منتج بتتعامل فيه مع الناس اللي هم البيزنس، اللي بتاخد منهم الريكوايرمنتس، بتفهم هم بيفكروا ازاي، عايزين يطبقوا ايه بالظبط، بيدرسوا السوق، بيسوق للمنتج ازاي، وبالتالي بتتعلم حاجات جانبيه كتير ومهمه جدا للخبره، وبتفرق السينيور عن الجونيور. وكمان بتفتح لك فرصه لو حبيت انك تفتح بيزنس قدام، فدي كلها بتصب في خبراتك. وخلي بالك الخبره في الجوانب البيزنس برغم انك شخص تكنيكال، لكن بتفيد جدا لما بتقدم على شركات تانية. حتى الان الكلام جميل جدا، لكن رغم كل المميزات دي الوظيفه في الشركات مش دايما ورديه، لانك في النهاية موظف، عندك مواعيد عمل يومية لازم تلتزم بيها، ولو الشركة قررت تستغنى عنك لأي سبب هتلاقي نفسك مضطر تدور على شغل جديد من تاني، وتمشي البروسيس الطويلة دي من تاني، وربنا ييسر لك الحال. كمان مش كل المشاريع اللي بتشتغل عليها بتكون ممتعة أو مفيدة ليك أو كبيرة فتستفيد منها. ممكن تشتغل على مشروع ممل لمدة شهور طويلة، وده يخليك تحس إنك مش بتتطور بالشكل اللي كنت متوقعه. كمان مش كل الشركات حلوة وفيها كل المميزات اللي قلناها. في شركات تحت بير السلم ممكن تجيبك وتوعدك بالحاجات الجميلة والمجد المزهر، وفي الاخر تاكل لا مؤاخذة يعني جميل وما تقبضش، ولا يدوك مسميات مزيفة اكتر واحد بينضر منها هو انت. تبقى لسه جونيور ويجيبك انت الوحيد اللي شغال في الموبايل ابلكيشن تيم، مفيش سينيور بتتعلم منه، وبعد شويه يحب يكون تيم فتبقى انت التيم ليدر، المهام تزيد عليك وانت لسه جونيور. حتى لو اشتغلت سنين على المشروع ده بس مش بتتطور، واخد مسمى مش مسماك، واخد مهام مش قدك، وفي النهايه ممكن تبقى بتقبض مرتب محدش يبص له حتى. فالحمد لله على كل شيء طبعا. يعني انا عارف ان في شركات كتير للاسف فيها حاجات اسوأ من كده كمان. وعلى الجانب التاني العمل الحر بيقدم نوع مختلف
تماما من التجربة. اول حاجة لازم تفهمها عن العمل الحر انه معتمد عليك بنسبة 100%. يعني انت اللي بتدور على المشاريع، انت اللي بتحدد اسعارك، انت المسؤول عن ادارة وقتك، انت المسؤول عن تسويق نفسك، وكل حاجة من الابرة للصاروخ مسؤوليتك انت. الميزة هنا بقى ان وقتك ملكك بالكامل، تقدر تشتغل من البيت، من كافيه، او حتى وانت مسافر، تقدر تسافر دولة كل يوم، تقدر تعمل كل حاجة انت عايزها. كمان العمل الحر ممكن يبقى مربح اكتر بكتير جدا من الوظيفة، لانك مش مرتبط بمرتب شهري ثابت، ولو قدرت تشتغل على مشاريع اكتر هتكسب اكتر. في ناس بتوصل لدخل شهري من العمل الحر اكبر بكتير من اللي ممكن تاخده في اي شركة. لكن، وحط 1000 خط تحت لكن، لازم تعرف ان العمل الحر فيه تحديات وصعوبات انت ممكن ما تقدرش عليها. اهم تحدي يا صديقي هو ان دخلك مش ثابت، ممكن في شهر يبقى عندك مشاريع كتير وشهر تاني مفيش ولا مشروع. علشان كده لازم تكون شاطر في ادارة وقتك وفلوسك، وتبني قاعدة عملاء تخليك دايما عندك شغل. ولازم تبقى ماركتير جامد جدا، لازم تعرف تسوق لنفسك، ولازم تعرف تقتنص العملاء اساسا. وطبعا في تحديات وفي كلام كتير، مش وقته نتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. ولكن نيجي للسؤال المهم، تبدأ بايه الاول؟ من واقع تجربتي انا شايف ان افضل طريق هو انك تبدأ شغلك في شركة، تاخد خبرة، بعد كده تبدأ تدخل في العمل الحر جنب الشغل الاساسي. ليه بقى؟ لان الشغل في شركة هيديك الاساس اللي هتبني عليه، هتتعلم ازاي تشتغل على مشاريع كبيرة، ازاي تتعامل مع فريق، ده كله هيفيدك لما تبدأ تشتغل لوحدك كفريلانسر، او لو حبيت تكون تيم وانتوا كلكم شغالين كفريلانسر وانت التيم ليدر عليهم. كمان الشغل في شركة بيساعدك تبني بورتفوليو قوي، المشاريع اللي بتشتغل عليها في الشركة ممكن تضيفها لبروفايلك على لينكد ان وجيت هاب، وده بيخليك تبني سمعة كويسة جدا في السوق. ولما تبدأ تعمل مشاريع لوحدك هتلاقي العملاء بيثقوا فيك اسرع. واحد خبير وعنده سابقة اعمال في شركات يبقى اكيد بروفيشنال، مش محتاجة حاجة يعني. اما بقى لو قررت تبدأ العمل الحر من البداية لازم تبقى مستعد لمواجهة التحديات بتاعته. اهم حاجة هي انك تبدأ ببناء مشاريع شخصية، اعمل تطبيقات صغيرة او مواقع ويب، شاركها على جيت هاب ولينكد ان، دي الحاجة اللي هتخليك تلفت نظر العملاء وتبدأ تشتغل على مشاريع بفلوس. وطبعا علشان تتعلم ازاي تدير مشاريعك وتشتغل بشكل احترافي، انا عامل كراش كورس كامل عن الجيت والجيت هاب اللي هو الفيرجن كنترول، هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. كمان لو مش عارف تبدأ منين في بناء البورتفوليو وازاي تشتغل على لينكد ان، ازاي تبني بروفايل لينكد ان من الصفر بحيث تخلي الشركات هي اللي تدور عليك، فانا عامل لك برضو كراش كورس تاني بيعلمك ازاي تبني بروفايل لينكد ان جامد جدا يخلي الشركات هي اللي تدور عليك. سيب لك اللينك برضو في وصف الفيديو. في النهاية يا صديقي، سواء اخترت العمل الحر او الوظيفة، الاهم هو انك تفضل تتعلم وتطور من نفسك. السوق بيتغير بسرعة، واي حد مش بيتعلم باستمرار بيخرج من المنافسة. ركز على تعلم المهارات الجديدة وابدأ مشاريع شخصية حتى لو مفيش عميل طلبها. المشاريع دي هي اللي هتبني مستقبلك وتفتح لك فرص شغل قدام اكتر واكتر. لو عندك بقى اي سؤال او محتاج نصيحة اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيفكروا يبدأوا في العمل الحر او بيدوروا على شغل في الشركات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.